الموم، لازم الموم الحياة دي يعني، والبيبسي ده والكولا دي، يعني الحياة دي كلها، الحياة دي كلها مقاطعة. طب اطلع يا استاذ من بره، من الحياة دي ما ينفعش. انا هاخد دولار 100 واجي. انت ما تشتريش سيبه يا استاذ والله ما ينفع اللي انت بتعمل ده، الحياة دي كلها مقاطعة. الشيبسيهات دي كلها، كل ده مقاطعة. احنا هنلموم يا استاذ. ايه ده بيبس؟ ايه يا استاذ؟ انت صاحب المحل؟ ده مش صاحب المحل، انا بشتري زبون. طب ما دي حاجات مقاطعة، مين اللي بيبيع الحاجات دي هنا؟ حاجات ايه؟ انت اللي بتبيع الحاجات دي؟ كده من الاول والله. اهو. طب مين قال لك بيع الحاجات دي؟ هي كده من الاول اصلا. من الاول ازاي؟ طب يلا خدهم يلا ارميهم في اي حتة. احنا كانوا معانا من قبل المقاطعه وكده، فاحنا سايبينهم بس احنا. طب تعالى خدهم بس ارميهم في اي حتة يلا. خلاص لا خليهم. ايه خليهم دي؟ ابويا لما يجي. لا برضه انت دي حياة مقاطعة. يلا بس تعالى خدهم ارميهم في اي حتة من هنا. خلاص ماشي حاضر. طب يلا بس تعالى خدهم ارميهم دلوقتي بدل ما ارميهم هنا. طب تعالى بس تعالى خد. يلا شوف ارميهم بس في اي حتة كده، يلا خدهم ارميهم. بص طيب انا ابويا منعني ان انا ارمي اي حاجه، تمام؟ يا عم رن على ابوك يا عم، قول له دي حاجة مقاطعة احنا ما بنبيعهاش. قول له دي حياة مقاطعة، المفروض ده انت ما تبيعهاش. والشيبسي ده كمان مقاطعة خلي بالك، خد يلا البتاع دي طلعها بره. مش رجاله ده يا كابتن. طلعها بره يا عم. يا كابتن دي يعني هو يعني انا اطلعها بره. في حاجات تعال انا هاخدها معايا دي. في جزء ولا مش مقاطعه؟ بقول لك انا هاخدها معايا دي. خلاص طب هو يدك. انا هرن على بص اهو. ترن على انت بعض. تبعه؟ لا يا عم انا مش طب تبعه. اقعد انا هاخد الحاجة دي وامشي. يا استاذ ما ينفعش يا استاذ، انت تاخد الحاجة بس عم. طب اسمع منه واسمع من ايه؟ من باباه. حاجات فيهم. بقول لك دي حاجات مقاطعة. اسمع من باباه طيب. طب اوعدك بس انا مش مقاطعة ارجعهولك. يا صاحبي اوعى. خلاص يا عم انا مش صاحب المحل، ابويا هو اللي. فين يا عم ابوك؟ طب اوعى ده شيبسي كمان هات دول كمان. مش ده مش مقاطعه برضه، في حاجات مش مقاطعه. تعال انا هاخد دي وامشي. برضه انت مصمم بقى ان انت تنزل راجل. خلاص انا هاخد بيبس. يا استاذ هاخد بيبس. يا استاذ اسمع يا استاذ بس. انا راح ارميهم. يا عم انت تاخد حاجات. يا عم اوعى طيب انا مش صاحب المحل، اقعد يا عم. ابويا هو صاحب المحل يا عم. فين ابوك يا عم؟ طب سلام. رن على ابوك. وريني كده. خلاص امسك. خد يا عم، خد الحاجة بتاعتك يا عم. بنصور مقلب. بنصور مقلب ماشي؟ خلاص ماشي. ما تزعلش. لا مفيش حاجه ولا انت موافق ان احنا نذيع المقلب ده؟ عادي. موافق ان احنا نذيع المقلب ده؟ ماشي عادي. عادي. طب بص الكاميرا اهو. هنذيع. نزيع. ماشي زعلان؟ لا ما فيش زعلتش. ولا يهمك. السلام عليكم. الحاجة دي مقاطعة يا استاذنا البحة ده. في مش مقاطعة. لا دي الحاجة دي مقاطعة، المفروض يعني انت ما تبيعهاش. صح؟ المفروض انت ما تبيعش الحاجة دي. والله معاك حق يا اخي. طب حضرتك انت بتبيعها ليه؟ بجد ليه؟ لا ما ينفعش يشتروها، دي حاجة متقاطعة، حياة يعني بتساعد. احنا هناخدها ونحطها بره. طب ناخدها ونحطها بره؟ ما يا استاذ دي عليها يا ابني. لا الحياة دي مقاطعة ودي مقاطعة، والشيبسيهات دي مقاطعة كلها دي يا استاذ. طلعهم كلهم. ده يعني الشيبسي ده مقاطعة. ما تعمل ايه؟ انا كنت يعني ينفع يعني بالله عليك يعني الحياة دي انت يعني تنفع؟ احنا هنرموهم. دي حاجة مقاطعة تنفع يعني؟ خليها تنفع يعني؟ لا لا انت يعني انت حضرتك ينفع؟ لا بس خليها. طب هنعمل ايه؟ خلاص ازاي؟ انت صاحب المحل انت يا استاذ؟ يعني انت شغال في المحل؟ ارميهم واجه. ما ليه ولا جنبي؟ تعال صاحب المحل خد ارميهم. ما انت لا احنا لازم نلموم، لازم نلموم الحياة دي يعني، والبيبسي ده والكولا دي، يعني الحياة دي كلها، الحياة دي كلها مقاطعة. استنى ارمي دول واجه. الحياة دي كلها مقاطعة والله يا استاذنا. بقول لك يا باشا انا مش اصحاب المكان انت قول. يعني الحياة دي تعال بس حطهم بس. حاجات كثيرة مقاطعة يعني يا استاذنا. سنة كولا، بيبسي كولا. بعد اذنك طب بص طلعها يا السؤال يا بقى عم من هنا يا عم. ماشي طيب والله يعني اشيل يا عم طلعها وارميهم في الشارع. هنزلك يعني بس. انا مالي. ما ينفعش والله يا استاذ، يعني لازم وارميهم بقى. الحياة دي كلها ارميها. مش هنبيع. ما ينفعش. مش هنبيعه يا استاذنا. مش هنبيعه يا استاذنا، مش هنبيعه. الحياة دي مقاطعة والاستاذ بيبيعها. نخلص بس الموضوع ده. ماركت هناك، سوبر ماركت هناك. شوف حاجه مقاطعه سهل.
ماشي. صاحبي انت رايح تاخد ايه؟ هتاخد ايه؟ هتاخد ايه؟ ايوه مش مقاطعه. مش مقاطعة؟ ماشي، خد حاجة مش مقاطعة. ماشي روح. تمام، عليكم بعد السلام. اذنك هتطلعهم. بعد اذنك هترميهم ولا مش هترميهم ولا ناخدوهم؟ ناخدوهم احنا نرموهم. تعال صاحب المكان. ما ينفعش صاحب المكان يا استاذ، انت اطلع لنا كده من بره. اطلع لنا، اطلع كده من بره يا استاذ. اطلع من بره يا استاذ كده. اطلع بس يا استاذ من بره. احنا عاوزينك اطلع من بره كده. طب اطلع يا استاذ من بره، ارمي الحاجه دي ما ينفعش. انا هاخد دول ارميهم واجي. سلام عليكم. تشتريك سيبه يا استاذ والله ما ينفع اللي انت بتعمل ده. الحاجه دي كلها مقاطعه، شبسيهات دي كلها، كل ده مقاطعه. احنا هنرموهم يا استاذ. مش مقلب يا استاذ ولا حاجه. مقلب ليه؟ احنا ناس مش بنحب الناس اللي هتقاطع. ده كله مقاطعه ومش بنحب الكلام ده يا استاذنا. يعني الناس بتساعد اخواتنا الفلسطينيين وبتاع ده، احنا ناخذ حاجتهم؟ لا ليه؟ ده كله مقاطعه. ما ينفعش يا استاذنا والله. والله لا انت والله بص، انت شخصية محترمة زي يا ريس. وفعلا بس نوضح رسالة يعني. زي يا احنا بنوضح رسالة فعلا يعني. والله انا بص المقاطعة قعدت شهر ونص قسما بالله الحقيقة انه مدخل. احنا عارفين لحد ما والله. لقيت الدنيا اتدمرت معايا. على اذنك يا خال. انا عديها لك. انت هتبيع حاجات مقاطعه؟ هتبيع حاجات مقاطعه؟ لا. طب ما ليه دي؟ الحاجات دي عاملين معاها مقاطعه، انت بتبيعها ليه؟ انا مش اخدها دلوقتي ارميها في الارض. انا مش ذنبي. وانا لا، لو شاريينها من ايام الدنيا، كانت الدنيا وده واكل عيشنا، عم باكل واكل عيشنا يعني. بعد اذنك طب طلع لي الحاجه دي كلها كده عشان ارميها في الارض دلوقتي. لا مش هينفع طبعا. لا هنرميها، الحاجه دي مقاطعه، والشيبس ده خلي بالك مقاطعه. هو كل شغلك البقالك ابدا هنجيبه منين احنا؟ الشيبس ده حاجات مقاطعه بعد اذنك يا خال. السلام عليكم. شبكات. هات كيسين شيبسي. وعليكم السلام. نشتري حاجات مقاطعه؟ لا مش شيبسي مقاطعة. لا انت عندك مقاطعة؟ لا ما هو واكل عيشنا. مقاطعة عم لا. باكل واكل عملوا عيشنا. المقاطعة هنا. ده واكل عيشنا، عم باكل واكل عيشنا. الشيبسي اللي مش مقاطعة ايه؟ ايه المسؤولية كل حاجة مقاطعة دلوقتي هنجيبه منين؟ لا مش مقاطعة. يا خال احنا ما يهمناش، بعد اذنك الحاجات دي هناخدها نرميها دلوقتي. لا ما مش هينفع طبعا. مش هينفع إيه؟ طبعا. زي بعض 10 15. لا المفروض يعني وجه الله ماشي، هو عرف خلاص. المفروض هو تترمي. خلاص هيعدموا من الأرض. دلوقتي لا هيعدموا. ثلاث ارباع البقاله وجه الله مقاطعه زي بعض. هنشتغلوا ايه يا عم مصطفى؟ ما انت خليك ناصح دقيقة انا معانا. ثواني. ثلاث هيعدموا. ارباع البقاله مقاطعه هنجيبوا ايه؟ خلاص زي بعض. ما الراجل اللي بيتعايش ده هيشتغل بص منين؟ عليه قول له كذا، لا ما تجيبوش ليه كذا. لا بعد اذنك يا خال انا هاخد الحاجه دي وارميها. زي بعض. بعد اذنك بس. المفروض تترمي. بعد اذنك بس يا خال بعد اذنك. المفروض تترمي. الحاجة دي المفروض تترمي. طب ما انت تجيب المصري. مفيش. لوجه الله يا شيخ. ازاي ما فيش المصري يا يا استاذ؟ خال يا خال باذنك الحاجات دي هفضيها دلوقتي وارميها على الارض. أنا بص يا عليك. خال بعد اذنك يا خال. بدي مكانها. انت دلوقتي عايز بص تعمل عليه كده. مكتوب لا اله الا الله محمد رسول الله بص كلنا عليا مسلمين. انا ماشي يعني اكتر منكم بس ما بعرفش المقاطعه ايه والمش المقاطعه. تمام. فاهم انت كلامي؟ زي بعض وجه الله راجل فقير فقير. هذه مقاطعة دي معلش المفروض خلاص. ما ينفعش يبيعها زي هو بعضه. وما ينفعش هو ايه لا وجه الله يساعد أنا بعد اذنك يا خال بعد اذنك يا خال. اليهود ولا الانتشار بس. انت اجمع لي وسيله ان اكل منها. دخلنا كده اخد الحاجه اللي جوه انا. مش حل غير كده. هنوصل بعد اذنك يا خال عدينا عشان اخد الحاجه اللي جوه ارميها. وسيله لا طبعا. لا بعد اذنك يا خال عديني. وسيله ان ابقل المعيشه دي وابقل دول بس انت لا يا اللي أستاذ، تتصرف أمشي. تجمع لي وسيله. امشي خلاص. في طرق كثيرة يا استاذ. تمام حاسبك يا مصطفى. سيدي 35 يا مصطفى. 45. السلام عليكم. السلام عليكم. وخلاص كده السلام عليكم. الموضوع انتهى. ارجع تاني. لا عاملين فيك مقلب يا خال بص كده. انا عامل مقلب الكاميرا. ما خدتش بالك من الكاميرا؟ انت لا صورت انت هو دخل معانا في الفيديو وما خدش باله. هو دخل ما خدش باله من الفيديو. زي بعض. ماشي يا خال موافق ان احنا عملنا لها اذاعه. تعالى يا استاذ محمد. ساعه وكده. محمد ايه رايك لو حابب تقول نصيحه او حابب تقول كلمه او حاجه؟ ما نصيحه زي ما المايك. قلت لك انت هتقول لنا البديل. خد المايك. عايز تقول اي حاجه؟ نصيحتي ان لو في الموجه الحياه المصريه هنشتغل المصري بس ثلاث ارباع المنتجات جاينا كده غصب عننا احنا.
احنا جماعه صغيرين طبعا زي ما بنشتروا اللي لقوه في وشنا بنشتروه. لو لقينا المنتج بتاعنا هنشتروه، مش هنشتري المنتج الثاني. صح. هو صح يا ما شكرا. ماشي يا خالد، شكرا يا خالد، شرفنا بيك. معلش تعبنا.